يا مساء الهنا على اللي موجودين هنا. اللي هيعدي عليه الفيديو بقى ونفسه في صينية سمك حلوة كده يجي بقى عندي. زي ما انتوا شايفين كده جمالها، انا عاملة صينية سمك لوت. ده سمك لوت تحفة. انت بقى اي سمك عندك عايزة تعملي صينية بالشكل ده، اوعدك ان مش هتبطلي تعمليها على طول. والاطفال هيحبوها والصغيرين، ويعني كل الناس هتحبها وهيقولوا لك انت عاملاها ازاي. لايك واشتراك بقى يا قلب اختك لو اول مره تشوفيني، وتعالي نشوف ايه هنعمل ايه مع بعض. ده سمك لوت كده كنا منضفينه طبعا، ونقعناه بقى بالليمون والدقيق كده وحبه ملح. وزي ما انتوا شايفينه كده زي الفل كده. هتجيبي بقى الصينيه اللي هتشتغلي فيها، هتقطعي بصله جوليان. طبعا الخضار اللي انت هتشوفيه الوقت ده لو عايزه تضربيه في الكبه هيبقى احلى كتير. ليه؟ لو بتحبي الصلصه بتاعتك ناعمه كده تقلبها الرز ناعمه. انا يعني اختي بتقطعه جوليان كده، بس انا عن نفسي بقوم ايه، مقطعاه يعني مخرطاه ناعم. والفلفل برضو مكعبات ناعمة، الفلفل الرومي. وعشان الصلصة بتبقى ناعمة الأولاد يحبوا ياكلوها كده مع الرز، ما يبانش فيها ايه الخضار. لو بتحب الخضار باين اعملي جوليان زي ما انت شايفة كده. لو عندك ما بتحبوش الخضار باين اعمليه في الكبة كده جرشة واحدة، ما تنعمهوش قوي. وحطيه في الصينية ني في ني بقى. هي الوصفة دي للدايت حلوة جدا. يبقى قطعنا بصلاية جوليان وقرن فلفل رومي وفصين توم كده مفرومين. تمام. وهنحط بقى الملح الحياء اللي تحبيه، ونصلي كده على رسول الله. بعد ما هنحط الملح بقى تحطي الكمون. طبعا انا حطيت معلقة هريسة شطة. طبعا هريسة شطة بيتي احنا ما بنشتريهاش، انا كنت عاملاها معاكم في وصفة قبل كده. ارجعي لتخزين هريسة الشطة هتلاقيها لو عايزة طريقتي. تبقى بقى في العلبة كده في التلاجة، تاخدي منها على اي حاجة. صينية السمك دي تحط لها معلقة هريسة شطة. ما عندكيش هريسة شطة، الفلفل الاخضر او الاحمر دوت الشطة ده، اضربي في الكبة مع البصل والفلفل الرومي والثوم حتة كده منه. ولو بتحبي سبايسي حط قرن. وتجيبي بقى السمك. طبعا حطينا بقى ايه الملح والفلفل والكمون والشطة حمرا وكزبرة ناشفة. وتجيبي بقى وحبة زيت، تجيبي بقى الخلطة دي وتقومي بقى ايه دعكة كده السمك بيها، عاملة له مساج ومن جوه بقى ومن بره. طبعا ان السمكة لما تكون كبيرة شققاها كده، يبقى التوابل ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وشطة حمرا. وتقومي بقى ايه وحبة زيت وتمرطوهم بايدك بقى بالخضار. وتقوم عامله السمك زي ما انت شايفه كده. تكوني بقى ايه عصره شفشق طماطم كده تخين، يعني تكون عصير الطماطم تقيل. وتكوني اهم حاجه مصفيه عشان الصلصه تطلع ناعمه وجميله وما تتعبش القولون، لان طبعا احنا عارفين ان قشر الطماطم يعني بتعب القولون. بس التزمي بالتوابل اللي انا حطاها، لا تحطي بقى بهارات سمك ولا الكلام ده خالص. تنزلي بقى بعصير الطماطم اللي مصفيينه كده، وتغطي الصينيه بقى وعلى نار عاليه. شوفي السهولة. بس طبعا ايه بقى، قبل ما هتحطي الصينية بعد انت ما حطيت عصير الطماطم، تجيبي بقى شبت وبقدونس وكزبرة وتحطي بقى فوق الوش كده. ويا خراشي بقى على ريحتها بقى ولا طعمها. بتوع الدايت ياكلوا منها ما يشبعوش وعلى ضمانتي. تجيبي بقى معلقتين زيت كده يعني تجيبي بالازازة كده وترشي حبة زيت كده على الوش صغيرين. يبقى احنا حطينا معلقتين زيت كده في الاول، مرطنا بهم الخضار. وهتحطي فوق الوش كده حبة زيت وتحطها على نار عالية وتسيبها على نار عالية، ما تحطيش النار خالص لحد بقى ما تستوي وتتسبك كده والصلصة تتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا هدخلها بقى ايه تحت الشواية تاخد لون. هتعملي بقى جنبها رز ابيض ومخلل او جرجير. طبعا السمك الصينية ما بحب شكله مع السلطة، لان هي الدمعة بتاعته اصلا بتغمس لك الرز. طبق رز كده ابيض وشوية جرجير او مخلل. عايزة تعملي بقى سمك بولت اي نوع تحبيه. وبالهنا والشفا بقى على قلوبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وباي باي.